قال: سمعنا لبعض الإخوان يقول بمعنى كلامه: أنتم أيها السلفيون لماذا تنكرون على حماس قتالهم اليهود مع ضعفهم، وأنتم قاتلتم الرافضة في دماج مع ضعفكم، فما ردكم على هذا؟ ردنا على هذا أننا قاتلنا الرافضة من باب مكره أخاك لا بطل، فلم نذهب للرافضة إلى دورهم وأمكنتهم التي هم يقطنون فيها، بل نحن قارون في بلد العلم فيها من قبل هذا الاعتداء الغاشم من الرافضة، والناس آمنة وتحت رعاية دولة وكلاء الدولة وحماية الدولة لشعبها ونظر دولة ورؤية دولة وهي مقرة، وكلنا مواطنون، الرافضة مواطنون ونحن مواطنون، وكلنا تحت راع واحد يقوم بشؤون الجميع، فلم نعتدي على أحد ولم نذهب إلى أحد إلى أمكنتهم التي هم يقرون فيها، بل كنا قارين في دارنا نتعلم العلم ونقبل على شأننا ولم نعتدي على أحد. فجاء هؤلاء إلى رؤوس جبالنا واعتدوا علينا، والله أذن لمن اعتدي عليه أن يرد بالمثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وأما أنتم فعلى خلاف هذا تماما، ففيكم من الضعف ما فيكم، وستواجهون دول كثيرة وأنتم على يقين أن اليهود وراءهم الغرب، وأن اليهود وراءهم أعداء الإسلام أجمع، وليس المقصود يهودي فقط سيكون يقابلني، بل سيقابلني يهودي ومن ورائه العالم الغربي الفاجر المجرم الذي له هدف كهدف اليهود في المسلمين، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولكنهم علينا جميعا. وقد قال الله فيهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وكلهم يريدون يجرفون إلى الكفر بالله وإلى ترك ديننا، فلهذا جاء توحيد الملة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مع أن اليهود لهم ملة والنصارى لهم ملة، ولكن لما كان اجتماعهم على المسلمين واحدا وحدت الملة، فقال الله: حتى تتبع ملتهم. فأنتم تحامقتم كثيرا والعياذ بالله، وسلكتم مسلكا غير مرضي عند جميع المسلمين بإجماعهم، حاشا الرافضة الذين أزوكم ودفعوا بكم. فنحن كنا مساكين ضعفاء فعلا، ومقبلين على شأننا وعلى علمنا، وتحت رئيس يحمي الجميع، ومواطنين كغيرنا، ومأذون لنا أن نتعلم وأن نقيم دعوتنا وعلمنا. فجاء هذا المجرم وحده في بداية الأمر، ولم ينتبه له الغرب إلا بعد، فظنوا أنه سيحقق لهم آمال في الجزيرة العربية فدعموه، وكان قبله ليس هناك أحد معه، الدولة ليست معه والناس ليسوا معه، فكان ولله الحمد استطعنا أن نقاومه ودفعناه المرة الأولى فيما يتعلق بالحرب الأولى، حتى جاءت قطر تنقذه من أهل السنة، فدفعت أموالا للصلح من أجل كف أهل السنة عن هذا الحوثي المجرم. لما رأوا ضعفه ورأوا أنه سينتهي قاموا بذلك البذل العظيم، وقاموا بعض قبائل حاشد ليدخلوا مصلحين حتى ينجوا الحوثي من بطش أهل السنة، فنجحوا. ثم عد العدة مرة ثانية وأراد الثار ليهزم أهل السنة. هنا انتبهت له الدول في المعركة الثانية وفي الحرب الثانية، انتبهت له بعض الدول، فرأوا أنه سيحقق لهم أمرا في القضاء على أهل السنة، وهكذا أيضا ومن وراء أهل السنة بعد ذلك من قد علمتم من الدول المجاورة. انتبهوا له، ووقفنا وصمدنا معه 100 يوم، فبيننا الكر والفر،
وبيننا القتلى، وقتلانا في الجنة وقتلا في النار. فلما رأينا ضعفا وأن الكل قد تآمر علينا، وأن الدولة تتفرج، وأن الدولة مضغوط عليها من بعض دول الغرب المجرمة، رأينا أننا ننسحب، وأننا لا طاقة لنا بالدول هؤلاء. وأما أنتم فإنكم لا زلتم على شماعة الأسرى والتمسك بالأسرى وعدم تسليم الأسرى، وهدموا البيوت على الناس وأهانوا الناس وقتلوا الشيوخ، وأنتم الأسرى بأيديكم، حمقى نوكا لا